رواد الفن التشكيلي بالأنفوشي. معانا إحدى الفنانات المشاركات في الملتقى الفنانة نانسي عاشور. أهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. الفنانة نانسي، ده المعرض رقم كام لحضرتك؟ ده المعرض رقم 6. انا شاركت في 6 معارض قبل كده، وفاضل لي معرض كمان، وان شاء الله اعمل معارض فرديه واشترك في نقابه الفنون التشكيليه عن قريب ان شاء الله باذن الله. بالنسبة للعمل بتاعك، يعني هو أبيض وأسود. ممكن بس إلقي الضوء على عملك؟ هو العمل بتاعي ده بيناقش يعني قضية ان المرأة تبقى لها افكار مجتمعية، وهي حرة في تفكيرها اكيد، وحرة في روحها وفي كل حاجة، لكن بتظل حبيسة لافكار المجتمع بتاعها، ان هي ما تقدرش تخرج كل اللي جواها، ما تقدرش تخرج كل افكارها، كل طموحاتها، كل ميولها او روحها حتى ما بتقدرش تظهر بيها قدام مجتمعها، يعني بشكل واضح. يعني هي تظل حبيسة للافكار ومستسلمة الى شيء ما لافكار المجتمع، لكن بتظل فكرها حر، بس هي بتظل حبيسة الافكار. هو واضح حتى من النظرة بتاعتها، يعني فيها حزن، فيها حزن واستسلام. الحمامة هنا بقى رمز الحرية، حرية الفكر وحرية الروح والفكر. وفتح الشباك شوية، فتح الشباك عشان هي بتنظر لنظرة مستقبلية للحياة، ان هي تقدر تعيش حياتها بالنمط اللي هي عايزاه. المقاس بتاعها المقاس 50 في 70، الخامة بفحم. يسلم ايدك يا باشمهندسة. بجد الشغل جميل جدا وعالي قوي. وقبل بقى بعد اللوحة والجمال ده نتكلم على الكاركتر بتاع حضرتك، يعني لفت نظري جدا. البورنيطة والاكسسوارز والفستان. الله يخليكي، ميرسي. هو يعني اي فنان بيحب يظهر في صورة جميلة، صورة لائقة لعمله والفن والشغل، وانا دي شخصيتي. يعني انا مش بس عشان المعرض، لا، انا شخصيتي والحقيقة بحب البس البورنيط، بحب البس الفستان، بحب البس لبس كاجوال في حياتي ولبس حلو، فدي شخصيتي بيغلب عليها الطبع الفني، يعني طبع الفنان. كل فنان بيحب يعمل لنفسه ستايل مفاجئ. يعني بحب الستايل ده في لبسي، يعني انا حتى في حياتي بره غير المعرض وكده بحب ابقى ستايلي كده برضه. لا، جميل جدا، جميل جدا لوحتك، جميل، مبروك التكريم. وانا برسم حاجات تانية برضه بالالوان وكده، بس انا المره دي حبيت اشارك بدي عشان حاسه فيها فكره بشارك بيها، يعني حبيت ان انا اعبر عن فكره. لكن انا برسم حاجات تانية بالالوان الزيتيه وبالوان الباستل وحاجات ملونه، بس ما كانش ليا دور النهارده ان انا حظ ان انا اشارك بيها، بس ان شاء الله في معارض تانية اشارك بحاجات من الالوان. يعني ان شاء الله نقابلك في معارض تانية وبأعمال تانية أخرى، ودايما متفوقة ومتقدمة، وألف مبروك التكريم. ألف مبروك لحضرتك يا فندم، وألف مبروك لكل المشاركين بالمعرض. ميرسي جدا. حضرتك في علامة تحييك.